يمكن أثّر على وظائف أخرى أكتر من الوظيفة بتاعتنا. إحنا الفترة اللي فاتت كنا مخدوعين بكلام الناس اللي هم بنسميهم الناس الكبار، الناس المؤثرين في السوق، خلقوا نوع جديد من التنافس ما بين الآلة وما بين الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مصطفى معاكم مرة تانية، ووحشتوني فعلًا والله، وباعتذر لكم عن الغيبة الطويلة ديّة. بس الأحداث الكتير اللي بتحصل حوالينا بتأثّر في الواحد يعني أحيانًا بشكل سلبي، لكن إن شاء الله نكمّل مع بعض. طيب أنا النهارده بصراحة جاي أتكلّم في نقطة شغلت الرأي العام البرمجي لفترة طويلة، وهي فكرة الAI. ومش هاضحك عليكم، هي أثّرت فيّا شخصيًا، لكن أنا مش من النوع اللي هو باحب أكون متسرع وأطلع برأيي بسرعة، وإن كنت عملت فيديو بالفعل وحذفته، وعملت فيديو تاني ويعني مش فيديو ممكن تقول إيه جهّزت الفيديو وبعدين حذفته. ليه؟ لإن الرؤية مش واضحة، والتسرع بيضيّع الناس، يعني الناس في حالة رعب كانت المبرمجين بالذات، وأعتقد إن إحنا ابتدينا ندخل ناحية الطمأنينة، وده فرصة جيدة إن أذكر وجهة نظري ورأيي عشان برضه بعد كده هيبقى اتأخرت، وإن كنت أنا متأخر قليلًا. طب إيه الموضوع بالضبط؟ أول حاجة لازم تعرف إن الAI ما أثّرش عليك أنت لوحدك، والAI يمكن أثّر على وظائف أخرى أكتر من الوظيفة بتاعتنا. يعني الAI دلوقتي تقريبًا بيلغي الtypewriter، وفي هيئة إذاعة نزّلت الأخبار بالكامل باستخدام الAI. فده بيأثّر بشكل كبير جدًا على الwriters، على الناس اللي هم المؤلفين والكتبة والصحفيين بشكل خطير، بيأثّر بشكل كبير جدًا على مصممي الفيديو، بيأثّر بشكل كبير جدًا على مصممي الgraphics. لكن الفكرة إن كيفية التأثير دوّة هو اللي ما كانش واضح وقت ظهور الAI ووقت انطلاقه. اللي أنا كنت عايز أقوله زمان واللي محتاج أقوله فعلًا دلوقتي، هو إيه؟ هو إن إحنا الفترة اللي فاتت كنا مخدوعين بكلام الناس اللي هم بنسميهم الناس الكبار، الناس المؤثرين في السوق، يقول لك الCEO بتاع نيفيديا قال، والCEO بتاع مايكروسوفت قال إنه هيستبدلنا، ومش عارف مين قال إنه هيستبدل، طب ليه هم بيقولوا الكلام دوّة؟ هم بيقولوا الكلام دوّة على فكرة وفي داخلهم عارفين إن ممكن يكون كلامهم دوّة مش صحيح بنسبة 100%، لكن هم بيزقوا السوق في هذا الاتجاه. طب ليه؟ لإن الموضوع بدرجة رئيسية هو business. يعني إيه هو business؟ الموضوع مش بس تو ت ت يعني توقعات زي ما الناس كلّها متوقعة، لأ، أو الناس فاكرة. الناس ديّة بيقودها الbusiness بدرجة رئيسية. الbusiness رايح فين في اتجاه الbusiness أنا باتكلّم. يعني أنا مثلًا دلوقتي لو أنا بتاع NVIDIA CEO NVIDIA وعايز أبيع كروت أكتر، فلازم أخلّي عدد المستخدمين أكبر، لإن كل ما الناس تعتمد أكتر على الAI، وكل ما الناس تحس بالchallenge إن هي متخلّفة في موضوع الAI، كل ما ده هيسرّع وجودي في السوق، وهيسرّع اشتراك الناس معايا. والناس اللي هتشترك معايا غالبًا هتكون مستمرة معايا، سواء كان نيفيديا، سواء كان ChatGPT، سواء كان أي حاجة من الحاجات دي كلّها. يبقى هي عبارة عن إيه، cycle اقتصادية جديدة، وكل الناس بتحاول تستقطب قدر الإمكان من العُملا في هذا الاتجاه، والعُملا بتاعهم مين؟ هو الشعب العالمي كلّه. وعشان تفهمها أكتر هتلاقي إن في بداية ضجة الAI اجتمعت الشركات الكبيرة، سواء كانت ChatGPT، OpenAI يعني والّا جوجل والّا مايكروسوفت، كلّهم اجتمعوا في لحظةٍ ما، وبعد الاجتماع دوّة هتلاقي حصل التوجه العالمي وكلّهم ابتدوا يطلعوا بتصاريح. هُم قالوا إن إحنا عشان نوقّف سرعة الAI وعشان نقنن الAI وبتاع، لأ هُم بينظموا العلاقة ما بينهم وبين بعضيهم، لإن اللي طلعوا بيه في الآخر هي عبارة عن إيه، يا أيها الش أص يا أصحاب الشركات الصغيرة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، بدل ما تدّوا فلوسكم لموظفين زيادة، ادّونا الفلوس ديّة. ويا أيها الناس الذين يستخدمون الAI أو اللي بيبرمجوا بشكل طبيعي، إذا أنتم ما اعتمدتوش على الAI في شغلكم، فأنتم هتكونوا برّه القاطرة أو برّه القطر. طب هل هم كانوا مستعدين؟ في الحقيقة ما كانوش مستعدين، لاحظوا، هم قالوا الكلام دوّة بناءً على توجُّهات. يعني إيه؟ هم مش بيحطّوا رأيهم في السوق، هم بيحطّوا هيوجّهوا السوق إزاي، وبالفعل هم وجّهوا السوق، لإن هم الناس الكبار، هم المتحكمين في السوق، فوجّهوا السوق كلّه لإنه يحاول يعتمد عليهم بدري، فيصرف على الAI بتاعهم بدري، وهو كان لسه مش مستعد، وفضلوا هم بقى بالتبعية يطوّروا فيه لحد ما يلتقي التوجُّه اللي هم مسميينه توقُّع، التوجه اللي هم بيوجهوا السوق ليه، فيلتقي التوجه اللي هم موجهين السوق ليه مع الإنفاق العالمي على تطور التكنولوجيا الخاص بيهم، فيلتقوا عند نقطة إيه، التقاء التوجه اللي هو التوقُّع اللي ظهر في هيئة توقُّع في الأول. طيب وجّهونا واعتمدنا عليهم وهُم مش جاهزين، ومستمرين نعتمد عليهم دلوقتي إن هُم بيبقوا أكثر جاهزية، وبصراحة فادونا جدًا وفادوا السوق بشكل كبير جدًا، لكن خلقوا نوع جديد من التنافس ما بين الآلة وما بين الإنسان.
الوضع الحالي دوّة نخلّص النقطة الأولى اللي هي نقطة توجيه السوق، خلاص إحنا كلّنا دلوقتي موجّهين شئنا أم أبينا إن إحنا لازم نستخدم الAI وإن إحنا لازم نتفاعل معاه، لكن الموضوع دوّة هيحدث حالة خطيرة جدًا وهي حالة تشوُّه في السوق، إيه حالة تشوُّه السوق دي؟ طيب. حالة تشوُّه السوق ديّة بتنتج في الحقيقة نتيجة لإن السوق مش مستعد لحجم الوظايف اللي هتُستبدل. يعني في جميع القطاعات تقريبًا ما عدا قطاعات العمالة اليدوية، الناس بتُستبدل. أنا عارف إن في ناس تقول لي طب ما في روبوتات دلوقتي لسه الهوجة بتاعة إن الروبوتات تنجح في إنها تستبدل البشر بشكل كامل في الحركة ديّة لسه، الاستبدال جزئي وهو اللي إحنا أخدنا عليه من زمان. لكن فكرة الروبوتات الكاملة ديّة اللي هو شخص وعمّال يتحرك ويعمل كل الخدمات ما زالت وأنتم كلنا عارفين إن هي ما زالت لسه إيه، لم تسيطر على السوق. طب إيه التشوُّه اللي هيحصل؟ التشوُّه إن أنت لازم تفكّر إن السوق ده عبارة عن حالة من الاتزان، في حاجة بيسموها الecosystem. فأنت في حالة ecosystem إن في ناس موظّفين بقدر معيّن وناس أغنيا بقدر معيّن، الناس الأغنيا ديّة عشان تزداد غنى أو تحافظ على غناها محتاجة إن الناس تشتري منها. لمّا كل الناس بقى ما تشتغلش، لمّا يعني أمّا يحصل مثلًا فقد في الوظائف بمقدار 50% سواء في وظائف البرمجة أو وظائف الفيديو editing أو كل الكلام دوّة، لمّا الناس دي كلّها يحصل عندها فقد عالي، إيه البديل؟ إيه اللي هيحصل؟ فكّر فيها كده، هيحصل إن القوة الشرائية في السوق هتقل بشكل كبير، والقوة الشرائية ديّة أصلًا مش كده بس هتقل، ده هي عليها ديون already لبنوك. وديّة الأزمة الاقتصادية العالمية الأولى اللي حصلت كانت ناتجة عن يعني عدم استطاعة الناس على إن هي تسدد أموالها للبنوك، وديّة اللي سببت في أزمة اقتصادية عالمية. يبقى هل إحنا بصدد أزمة اقتصادية جديدة هتحصل ناتجة عن الAI؟ الله أعلم، أنا مش قادر أحدد بالضبط، لكن أنا عايز أقول لك إن رؤوس الأموال الضخمة والاقتصاديات كلها هي خايفة. هي لمّا بتستغنى عنك بتستغنى عن شخص ممكن يشتري منها، يعني ده موضوع خطير، لإن السوق نفسه هو عبارة عن ناس مستهلكة وناس منتجة، فأنت في الوقت اللي أنت منتج فيه في أجزاء وبتحصل على أجر، بتبقى مستهلك بالنسبة لجزء تاني من السوق. طب لمّا يكون الAI هو اللي بيعمل كل الكلام دوّة، إيه النتيجة النهائية؟ نتيجة خطيرة طبعًا. وعشان كده عايز أقول لك إن مش أنت لوحدك اللي أنت اللي خايف، الاقتصاديات العالمية أو الشركات الكبيرة برضه خايفة إن أنت تفقد وظيفتك، ولذلك لابد إن السوق يتجه نحو اتزان جديد. قدرته على اتجاه الاتزان الجديد دوّة ما أعرفش هتكون عاملة إزاي بالضبط، ولكن الاتزان الجديد دوّة ممكن يكون من خلال الفكرة الجديدة اللي هم بيحاولوا يطرحوها عالميًا، وهي إن الAI يساعد على زيادة الإنتاجية مش على تخفيض العمالة. يعني الشركة اللي عندها 10 بدل ما كانوا بينتجوا يعني بمقدار معين 100 تاسك مثلًا هنقول في الشهر، هينتجوا 1000 تاسك 200 تاسك في الشهر. فبالتبعية إحنا اتكلمنا على زيادة أعلى في الإنتاجية، برضه higher quality في الإنتاجية، بس مش فقد أعلى في الوظائف. لو قدروا يوصلوا لدي هو دوّة المستهدف على فكرة، مش المستهدف الاستغناء عنك، لإن هو يخاف يستغنى عنك أصلًا، هو أنت هيبقى مشكلة كبيرة جدًا إن يحصل حالة استغناء ضخمة. طب إزاي إذا كان سوق البرمجة قل بمقدار 20%؟ طبعًا، ما دوّة من الimpact. بُص إحنا في حالة صدمة دلوقتي، السوق في حالة صدمة دخول الAI اللي هو ما كانش مستعد لها نتيجة للOpenAI والطلعة اللي طلعتها. فالطلعة اللي طلعتها خلّت الشركات الكبيرة بتتسابق من غير تنظيم، التقوا مع الحكومة الأمريكية ونظموا نفسهم كده وفهموا خطورتهم على الاقتصاد وطالعين لك بقى إيه بشكل جديد، لكن إحنا ما زلنا تحت تأثير هذه الصدمة، فلا بد إن هيحصل معدل فقد في الوظائف بشكل كبير، لكن هيتعوض إزاي؟ ركز معايا. الشكل الرئيسي للتعويض أعتقد والله أعلم، هو إن دلوقتي هيبدأ entrepreneurs كتير يظهروا، الentrepreneurs دول هيستخدموا الvibe coding بس بالطريقة مش بتاعة المبرمجين، لأن في الvibe coding بتاع المبرمجين اللي ابتدى يظهر دلوقتي وده اللي جميل جدًا، واللي أنا عايز أتكلم عنه إن شاء الله في حلقة منفصلة. الvibe coding اللي هو بيطلع لك application كامل من خلال requirement دوّة، هيخلّي شركات كتير وناس كتير ما بتعرفش تبرمج بس هي فكرها فكر يعني entrepreneur هيقدروا يطلّعوا الstartups بتاعتهم بسرعة والفكرة بتاعتهم بسرعة، بس هيلاقوا نفسهم مش قادرين يستمروا مع الAI في تحقيق إن الفكرة ديّة تكون بطريقة solid كده robust يعني تمام، وإن الproject يتحول لproject حقيقي يستحمل عدد كبير بقى من الusers وكل القصص دي. فهينتج عن دوّة وظائف جديدة هتظهر،
بس توزيعة المبرمجين هتختلف، بدل ما تكون متكتلة في شركات معينة أو الناس اللي فقدت وظائفها هتبدأ تروح تشتغل عند الناس ديّة، أو الناس نفسها اللي فقدت وظايفها ممكن هي اللي تبدأ موضوع الvibe coding دوّة بس بفهم شوية من خلال برمجة، خبرتها في البرمجة، وتبدأ فعلًا تحتاج بقى developers تجيبهم عشان يكمّلوا معاها قصة نجاحها. يبقى إحنا بإذن الله تعالى المفروض هيحصل عدد أكبر من الstartups، حتى أنت كل شوية تلاقي يقول لك إيه، ناس عملت بالAI مشروع كذا، واحد عمل مشروع صغير بالAI ونجح وبقى يدخّل له قد كذا، وهكذا. الأفكار اللي هتنجح دي كلها هتجيب مبرمجين، بس بدل ما البرنامج الواحد بقى بيحتاج 10 مبرمجين، هيبقى محتاج 5، وبدل ما إحنا عندنا 1000 برنامج هيبقى عندنا 2000. فده اللي ده ال دي نقطة الاتزان الجديدة اللي إحنا ممكن إن شاء الله نوصلها بالنسبة للقسم بتاعنا بتاع البرمجة. طيب بالنسبة لك بقى بشكل عام، أنت خايف على رزقك؟ لأ، إن شاء الله ما تخافش على رزقك، ففي السماء رزقكم وما توعدون. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع البخاري بيقول إيه، إن جبريل نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تبلغ أجلها وتستوفي رزقها. رزقك بيجري وراك، لو أنت جريت منه هيجري وراك. بس رزقك هيكون إزاي وشكله عامل إزاي دي بقى بتاعة ربنا. طب أنت جات لك الأزمة من خلال، هتقول لي ما أنا أهو فقدت وظيفتي بسبب البرمجة أو عَلّي عدد المبرمجين ومش عارف ألاقي شغل بسبب الAI. أيوه، ما دي الابتلاءات، وربنا بيسبب للابتلاءات أمور مختلفة. يعني في ناس في الوقت اللي إحنا فيه دوّة ما فقدوش وظيفتهم بسبب إن زيادة الإنتاجية بتاعة البرمجة، فقدوا وظيفتهم بسبب مشكلة عبيطة حصلت لهم في الشغل وهُم ما لهمش أي دعوة بيها، ولكن الreflection جِه عليهم ففقدوا وظيفتهم بعد نجاح في شركة معينة تم 12 سنة. وكتير بنفس الطريقة، وناس ما لهمش دعوة بالAI هتلاقيهم فاقدين وظائفهم، لأن الابتلاء بييجي بأشكال مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى في الآخر هو المتحكم في هذا الكون، وهو المهيمن. المهيمن على كل أسبابه وعلى كل أحداثه وعلى كل اللي بيحصل. فأنت بتُبتلى بأشكال مختلفة، لكن عليك بالصبر والتوكل. تمام؟ ده لو أنت فقدت، ولو أنت ما فقدتش وفي وظيفتك، فأنت لازم طبعًا تبدأ تتعلم بقى الAI والvibe coding وإزاي تتكامل مع الAI كمبرمج مساعد كjunior programmer جنبك. وبالنسبة للناس اللي فقدوا وظائفهم طبعًا محتاجين إن هم يقوّوا نفسهم في الجزئية ديّة. ممكن تكون فرصة كويسة جدًا إنك تفتح الbusiness بتاع نفسك دلوقتي، أو إن أنت تتوكّل على الله وتبحث برضه وتتوكّل على الله حتى يرزقك الله من حيث يشاء سبحانه وتعالى. طبعًا لو قعدت معايا لحد دلوقتي هابقى أنا سعيد جدًا لإن الناس دلوقتي بقت دماغها يا دقيقة، يا 5 دقايق، يا 3 دقايق. لكن أنا حبيت أعرض وجهة نظري. استعن بالله ولا تعجز، توكّل على الله سبحانه وتعالى. أنا لحد دلوقتي الحمد لله ما شُفتش ناس كتير أوي فقدت شغلها من الAI، لكن أنا شُفت إن فعلًا إنتاجيتنا عِليت، وإن مثلًا ممكن تقول إيه، في وظائف كان بعض الشركات محتاجة لها ما بقِتش محتاجة لها. يعني خلاص، يعني مثلًا كانوا ناويين يعيّنوا 2 كمان فما عيّنوش، فبييجي بnegative impact طبعًا على الmarket، فبدل ما حد هيتعيّن بقى مش متعيّن. الشاهد في الموضوع، أنت زي ما قُلت لك، أنت بتعمل اللي عليك وعارف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الموفّق. توكّل على الله سبحانه وتعالى. خلّي الموضوع دوّة في صالحك. اتعلّم. ممكن أنت تعمل مشروعك ده فكرة إنّك تبدأ أفكارك ومشاريعك اللي أنت كنت عمّال دايمًا تتكلّم عنها ومش قادر تعملها، أنت دلوقتي قادر تعملها بإنّك تقعد مع الكمبيوتر كده قعدة حلوة. استخدم بقى الagents والprompting والcustom prompting عشان تgenerate your own code. إن شاء الله أنا عايز أتكلّم على النقطة ديّة، إزاي إن الdesign بقى هو أعلى أهمية دلوقتي، وإن الarchitecture بقى يمكن الmost important في الوقت الحالي هو الdesign، لإن أنت محتاج فكر design فاهم business شوية عشان تقدر تنجو في هذا العصر الحديث. وبرضه مش حابب كده أستخدم كلمة تنجو، لأن النجاة من الله سبحانه وتعالى، ولكن أقول عشان تتكيّف مع الوضع الجديد ما هو إلا تكيُّف وليس نجاة. التوفيق وفي الآخر والتيسير من الله. استعن بالله ولا تعجز، توكل على الله، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.